السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في سلسلة شرح جديدة اسمها دون جوان. وكلمة دون جوان معناها بالعربي خالص يعني الراجل اللي بيبقى علاقاته متعددة او بيحب البنات او كده يعني. فعشان كده السلسلة دي هي بتحاكي خدع كلها بالبنت اللي في الكوتشينه او البنات اللي في الكوتشينه. السلسله دي صغيره هيبقى اسمها ماجيك توتوريال باك، مش ماجيك توتوريال سيريز زي قرار تشريح كده كانت 7 فيديوهات تعليميه، لا دي هتبقى 4 بس، والاربعه كلهم شرح مفيش فيديوهات فيها نصايح. النهارده ان شاء الله التوتوريال الاول من الباك دي، وفيديو النهارده بعنوان بفكر فيكي. ليه اسم الخدعة بفكر فيكي؟ لأن الخدعة هتبقى عبارة عن إن أنت بتجبر الشخص اللي قدامك إنه يفكر في بنت قلب أحمر من غير بقى لا كوتشينة ومن غير أي أدوات خالص. أنت هتستعمل بس لسانك. في نقطة بس محتاجة أوضحها قبل ما أبدأ. في ناس تقعد تقول لي خش في الموضوع على طول، بطل كلام كتير، مش عارف إيه. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، إن أنا بحب أشرح الحاجة بحب. أنا أصلا لما باجي آخد كورسات في الماجيك، الكورس بيبقى مثلا 3-4 ساعات، فكون إن أنا بديك فيديو في الآخر ملخص وكمان بشرح فيه الحاجة وبكررها، أنت المفروض تكون مقدر حاجة زي كده. فالفيديوهات دي معمولة عشان ناس معينة مهتمة بالحاجات دي أصلا، مش عشان واحد داخل يعرف السر ويشقلب ويقلب. لا بالعكس، إحنا في الماجيك بنسمع الحاجة مرة واثنين وثلاثة، يمكن في مرة نلقط حاجة، المرة التانية نلقط حاجة تانية خالص، وهكذا. فبس كنت حابب أفهمكم، أنا مش بعرف أشرح شرح نص كم للأسف، فعشان كده في فيديوهات ممكن تطول شوية. طيب عشان ما أطولش عليكم وعشان في ناس بتتضايق، يلا ندخل في محتوى الفيديو على طول. بس قبل أي حاجة متنساش تعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب في القناة وتشوف سلسلة قرار تشريح. كل اللي عليك تعمله إنك لما تفتح القناة هتدوس بلاي ليست، هتلاقي قرار تشريح وسلسلة شرح، وهتلاقي بقى سلسلة دون جوان اللي احنا بنشرح فيها دي. ادخل اتفرج على كل فيديوهات الشرح في الثلاثة بلاي ليست دول، واوعدك هتتبسط وهتشوف دايما فيديوهات قوية. طيب اللي هيحصل كالآتي، انت هتطلب من الشخص اللي قدامك انه يفكر في كارت. ركزوا بقى في الكلام اللي هقوله ده كويس علشان ده كلام مهم جدا. هتقول له عايزك تفكر في كارت، فهو في دماغه هيفكر في كارت. طبعا انت من البدايه ممكن تكون محضر بريدكشن اللي هو بنت قلب احمر، ممكن تكون حاطه في ظرف، حاطه في اول الكوتشينه، حاطه اخر كارت، اللي انت عايزه. المهم هو يكون بريدكشن، او ممكن كمان تحطه ستوري عندك على انستجرام مثلا او على فيسبوك او كده. بعد كده اقول له عايزك تحول الكارت اللي في دماغك، لو هو كان رقم تحوله لصوره، ولو هو كان صوره حوله لرقم. بعد ما يعمل كده هتقول له دلوقتي لو انت على ميل كارد، يعني على صورة مذكر يعني شايب أو ولد، حوله الفيميل. لكن لو أنت على أي حاجة تانية اثبت على كده. ولو أنت على زوجي حوله الفردي، واي حاجه تانية اثبت على كده. بعد كده في الاخر هتقول له عايزك تنقي انسب علامه للكارت اللي في مخك حاليا. فسي مثلا لو الايس، هيبقى ابرز علامه ليه هي السبيدز زي ما انتم شايفين كده، ده اشهر حاجه لشكل الايس. فانت برضو اختار علامه مناسبه للكارت اللي في بالك. بعد ما تخلص السيناريو ده، معظم الناس حوالي فوق ال 80% هيفكروا في بنت قلب احمر. طب الفكره كلها ازاي؟ الفكره كلها معتمده على حاجه اسمها restriction without being restricted. يعني ايه restriction؟ معناها بالعربي تقييد، يعني انا بقيدك without being restricted، يعني من غير ما تحس ان انا بقيدك. يعني من الاخر انا بجبرك تختار بنت جوه عقلك psychologically من غير ما انت تحس ان انا اجبرتك. انت بتحس ان انت من وحي خيالك قدرت ان انت في الاخر توصل لبنت، بس في الحقيقه انا كماجيشن او كمنتالست في الحاله دي، يعني كقارئ افكار، انا اللي اجبرتك انك تفكر في بنت من غير ما تحس. عشان كده هي اسمها التقييد بدون ان تشعر انك مقيد. هي دي فكره الخدع. السيناريو بتاعها هيكون كالاتي: لما تطلب من شخص انه يفكر في كارت، معظم الناس هتفكر في كارت رقم، يعني مش صورة، يعني مثلا 7، ومعظم الناس أصلا بتفكر في رقم 7 دايما. يعني أنت دلوقتي لما تقول له عايزك تحول الكارت اللي في دماغك، لو كان رقم حوله لصورة، ولو كان صورة حوله لرقم، فكده بالتالي كل الناس اللي قاعدة أو معظم الناس اللي قاعدة بدل ما كانت بتفكر في رقم هتفكر في صورة. طيب الصور دلوقتي عندنا 3 حاجات: ولد وبنت وشايب. دلوقتي هتقول له لو أنت حاليا على صورة ميل أو ذكر، يعني ولد أو شايب، حولها لفيميل، وأي حاجة تانية اثبت على كده. لما تقول له أي حاجة تانية اثبت على كده، فهو اوريدي لو على فيميل من الاول، يعني لو هو كان رقم وحول لصوره والصوره دي كانت بنت، فهو خلاص لما انت تقول له الكلمه دي هيثبت على بنت زي ما هو. لكن لو هو كان ولد او شايب فبالتالي هيقلب لبنت. فتاني انت هتقول له لو بتفكر في ميل كارد او مذكر، في صوره مذكر شايب او ولد، حولها لفيميل كارد، واي حاجه تانية stuck with it اثبت عليها. لكن لو انت بتفكر في رقم زوجي حوله لفردي، واي حاجه تانية اثبت عليها. وهنا انا بس بدي مجرد خدعه بالكلام، هي مش هتفرق بقى في حاله ان هو لو زوجي يقلب على فردي واي حاجه تانية يثبت، لان هو كده كده انا عارف ان هو على بنت. بس انا بضطر اقول الكلام ده عشان خاطر هو يحس ان كل حاجه نورمال، وكان قدامه خيارات كتير جدا. وبالتالي برضو لو عمل فلاش باك وافتكر الكلام اللي انت قلته ده، لو يعني افتكر، هيجي هيلاقي انك قلت له لو انت على زوجي
اقلب لفردي، واي حاجه تانية اثبت عليها. فهيحس ان الوضع كان فعلا حقيقي، ان انت فعلا ما اجبرتوش، ان مفيش اي حاجه غريبه. ففي الاخر كده معظم الناس هتبقى على بنت حاليا. طيب البنت دايما مشهوره بالقلب الاحمر، فانت دلوقتي لما تقول له عايزك تختار انسب علامه للكارت ده، فهو في الحاله دي هيختار هارتس اللي هو قلب، لان البنت بيليق معاها القلب الاحمر. لكن مثلا الايس بيليق عليه السبيد اكتر. فمعظم الناس عارفه ان كارت الايس ده مشهور بان هو ايس سبيدز يعني، فاهم؟ فلما تقول له عايزك تنقي اكتر علامه مناسبه للكارت ده، معظم الناس هتفكر في قلب، فبالتالي بقت بنت قلب. هتطلب منه تقول له ايه الكارت اللي فكرت فيه، هيقول لك 5 قلب اسود. ساعتها كده الخدعه باظت؟ لا، ساعتها هنا هتستخدم الخدعه دي كبلان بي. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لك بالظبط في خدعه تامر حسني اللي في سلسله قرار تشريح، لو انت ما سمعتهاش ادخل في القناه اسمعها. ان الخدعه اللي زي دي ما تعتمدش عليها بنسبه 100%، يعني دايما اعتبرها كتجربه. لما تيجي اصلا تبدا الخدعه دي مع الشخص، قول له انا عايز اجرب معاك حاجه، ما تقولوش بص بقى الخدعه دي، لا قول له انا عايز اجرب معاك حاجه. انا اصلا ضد فكره انك تقول له بص الخدعه دي او بص التركايه دي. دايما حسسه ان هو هيعيش تجربه هو ما شافهاش قبل كده ولا هيشوفها بعد كده. فبالتالي قول له عايز اجرب معاك حاجه. وفي الاخر هو طلع في الاخر قال لك مثلا 5 سبيدز، قول له تمام، انا كنت بعرف انت بتفكر ازاي، طريقه تفكيرك عامله ازاي. وتطلع النوتس على موبايلك تكتب كده 5 قلب اسود تحتها، تقول له فكر في اكله بتحبها، مكرونه، تمام اكتب مكرونه. تالت حاجه فكر في اغنيه، اي اغنيه بقى مثلا، فتكتب اسم الاغنيه. وبعد كده تقول له تمام دلوقتي انا كنت بجمع معلومات عندك، يلا بقى نجرب حاجه. فكده انت خرجت من الموضوع بكل سهوله. ولو هي من البدايه ظبطت وقال لك بنت قلب، وده اللي بنسبه كبيره هيحصل، قول له تمام انا كنتش اعرف اي حاجه، انت اخترت ده بمزاجك، تمام تمام. قول له افتح انستجرام عندي، شوف انا منزل دلوقتي ستوري فيها ايه. هيشوف هيلاقي البريدكشن بتاعك بنت قلب. او طبعا لو هو الكارت ده انت حاطه اول كارت في الكوتشينه، فهتفتح الكوتشينه بتاعتك توري له اول كارت انك عامل بريدكشن من البدايه، وعارف انه هيختار في الاخر بنت قلب. فبس كده، دي كانت خدعه النهارده، خدعه قويه جدا. محتاج بس تفهم السيناريو وتفهم الفكره وانت هتوظفها زي ما انا شرحتها لك. عايز اقول لك ان الفكره دي قديمه جدا. انا اصلا من وانا طفل كنا بنعمل حاجه زي كده بس بشكل مختلف شويه. بعد كده انا شفت في كورس الفكره دي كان بيتر تيرنر بيشرحها، عشان بس الناس ما تفكرش ان انا بسرق افكار او اي حاجه، او ان انا بطلع افشي اسرار. انا مش بعمل كده. انا زي ما قلت لك هدفي ان انت لو عايز فعلا تتعلم ماجيك يبقى تتعلمه صح، يا اما ما تتعلمهوش خالص. عشان كده تاني انا بقول لك انا ما بحبش اشرح شرح نص كم، انا بحب اديك المعلومه كامله، بحب اديك الفكره، وبحب ان انت كمان تفكر، مش بس تاخد الخدعه وتجري. انا عايز افتح دماغك وتفكر بره الصندوق. لو الفيديو عجبكم ما تنساش تعملوا لايك للفيديو، ما تنساش تشترك في القناه تاني وتفعل زرار الجرس علشان يوصل لك كل جديد، وما تنساش تعمل لي فولو على اكونتات السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وانستجرام وتيك توك. عايزين نوصل هنا على يوتيوب 100,000 سبسكرايبر في اسرع وقت. ازاي؟ ما اعرفش. انا عارف ان انتوا قدها وعشمان جدا في دعمكم ليا. فيا ريت لو الفيديو عجبك ما تبخلش عليا بحاجه من دول، وشير الفيديو مع صاحبك، وشير بقى السلسله مع صاحبك. وبس كده، بحبكم جدا وشكرا لكم تاني. سلام عليكم.